اولا قبل ما ابدا الكلام، هو الفيديو عن مباراة الاهلي والمصري اللي انتهت بالامس، بما اننا عدينا الساعة 12 فبقت انتهت بالامس 0-0. مش هتكلم عن ركلة الجزاء اللي ضيعها زيزو في اخر دقايق، ومش هتكلم عن حاجة خالص. زيزو جه عندنا احنا بيضيع ركلات جزاء. المهم، في حاجة يا ولاد الحلال، اي حد يجي يتكلم عن المدرب يبقى مش عايز اقول مش بيفهم، ما خليك على جنب بعد عن الكورة. المدرب يا باشا مع المدرب الدفاع بسم الله ما شاء الله بدأ يتحسن. هجوم بيوصلك ب 18 و20 فرصة، بس مش هينزل يخلص هو. الاهلي محتاج مدافع. الاهلي ماشي اسامه ابو علي ما جابش حد. الاهلي ماشي علي معلول جايب لي شكرا وجايب لي كوكا. من كوكا ده مش عارف، وشكر ده خد الاصابه وبعدين نام، ما مش باين ماليش لازمه في الاداء او في الفريق عامه، انا شايف كده. ماشي. يعني انت دلوقتي بعد علي معلول ما عرفتش تجيب باك، بعد وسام ابو علي ما عرفتش تجيب مهاجم. طب ايه؟ طب إيه؟ ما الصفقات في يناير مش رفاهيه، دي الزاميه ولازم ولابد منها. ما ينفعش الكلام ده. اللعب ده ما ينفعش كده. الدوري رايح بيراميدز. ماشي، انك تطلع قرار بوقف مستحقات اللعيبه، ده كلام يا باشا. توقف لهم المستحقات، يفوزوا لهم ماتشين ويرجع الاداء المخيب، وبرضه حتى الفوز اللي يفوزوه باداء مخيب، ده ما ينفعش. سلام.